وعنده ولدين ملطي ملياردير. واحد عنده مصنع اسمنت في السودان، ومش عارف التاني عنده حاجات كتير قوي. انا رجل اعلام اهو، مش لاقي اكل. انا بلبس البدل اللي كنت بلبسها قبل كده. كنت الاول بجيب كل يوم بدله. كل ما القناه تشتغل كل ما الفقر يزيد، لاني بصرف وببيع، وفي يوم بتعشى ويوم ما اتعشاش. مش انا لوحدي، انا وكل العاملين في القناه زينا زي الست الغلبانه اللي قاعده في قريه الزهايره، او قاعده في اقصى قرى قنا، او قاعده في قريه في اسوان، او قاعده في قريه في الدقهليه. يوم تتعشى ويوم تكمل عشاها نوم. احنا كده علشان شغالين للبلد، شغالين من اجل الشعب، لا نريد جزاء ولا شكورا. مصلحة الشعب اولا، وثانيا وجزاؤنا من الله. فكل يوم نتقفل وكل يوم نتفتح. الشعب له قوة فولاذية. الذي بعدين في اعلانين كده ربنا رزقنا بيهم. ادعم لان انا والله العظيم في جيبي 300 جنيه. تخيلوا الشخص اللي قدامكم ده اهو، بالجرافطه بالبدله بالعربيه بالكلام الفاضي ده، وصل به الامر انه معاه 300 جنيه. بعد الاخبار والفاصل.